يا مساء الفل او صباح الجمال على حسب ما بتشوفني امتى. في سؤال غريب شوية جه في بالي قبل ما ابدأ. تخيل معايا كده، مين الشخص اللي ممكن تديله كل اسرارك ويقرا لك كتب ومراجع في ثواني ويحللك مشاكلك ومشاكل شغلك، وهو اصلا عمره ما شافك ولا انت شفته؟ والاغرب انه لو قرر يختفي فجأة حياتك ممكن تتلخبط. خلي السؤال ده في دماغك وهجاوبك عليه في اخر الفيديو. المهم يا سيدي، احنا عايشين في زمن لو موبايلك فصل شحن نص ساعة بتحس انك مقطوع من شجرة. التطبيقات دي بقت زي الاكسجين. زمان زمان عشان تعرف عنوان كنت بتنزل توقف تاكسي وتقوله والنبي يا اسطى وديني شارع كذا، ويقعد يلف بيك الكرة الأرضية ويعلي البنديرة معاك عشان انت تايه، وهو يقولك انا مش عارف السكة. دلوقتي بتكة واحدة على جوجل مابس بتوصل. زمان عشان تطبخ أكلة جديدة كنت بتتصل بخالتك تسألها وتطلع الأكلة محروقة برضه. دلوقتي ابلكيشن وصفات بيخلي الشيف براك بنفسه يعرفك ازاي تطبخ الطبخ. التطبيقات سهلت حياتنا ووفرت وقتنا وبقت هي الدركسيون اللي سايق يومنا كله. من وسط بحر التطبيقات دي طلع لنا حوت جديد اسمه كيمي، تطبيق ذكاء اصطناعي عامل قلبان ومش مجرد شات بوت عادي، ده بيقولوا عليه ده فور الدفعة بتاع الذكاء الاصطناعي. تعالى بقى ندخل في المفيد ونعرف ايه حكاية كيمي ده. تطبيق كيمي ده يا سيدي من تطوير شركة مون شوت، يعني ناس دماغهم ألماس. فكرة التطبيق ببساطة انه مساعد ذكي زي شات جي بي تي وكلاود وجيميناي، بس كيمي عنده عضلة قوية قوي بيتميز بيها نفسه، وهي النفس الطويل. كيمي يقدر يقرا ملفات طويلة جدا، يعني لو عندك كتاب من 200 صفحة بي دي اف وعايز تلخصه في دقيقة واحدة، كيمي بيعمل ده وكأنه بيشرب كوباية شاي. طيب نستخدمه ازاي صح عشان نطلع منه احلى شغل؟ بص يا برنس، اول ما بتنزل التطبيق وتعمل لوج ان ممكن يطلب منك رقم التليفون عشان التفعيل. بتدخله على واجهة بسيطة جدا. ميزة كيمي انه ممكن ترفع له ملفات بي دي اف او وورد او حتى صور وتقول له لخص لي ده، او طلع لي النقط المهمة اللي هنا، او حتى تديله كود برمجة بايظ وتقول له صلحهولي يا وحش. عشان تستخدمه صح لازم تكون محدد، يعني ما تقولوش لخص الملف وتسكت. لازم لا، قول له لخص الملف ده في 5 نقاط وركز لي على الجزء المالي. كل ما كنت دقيق مع كيمي كان برنس معاك. نيجي بقى للكلام اللي يوجع، المميزات والعيوب. بصراحة المميزات ان تطبيق سريع جدا وبيدعم اللغة العربية كويس جدا في الفهم والرد، وميزته القاتلة هي استيعاب المحتوى الطويل اللي بيخلي منافسين تانيين يهنجوا. كمان بيقدر يبحث على الانترنت ويجيب لك معلومات متحدثة لسه طازة يعني. لكن الحلو ما يكملش. العيوب بقى ان احنا احيانا السيرفرات بتبقى مضغوطة فممكن يهنج سيك. كمان بما انه تطبيق من شركة صينية ففي ناس بيبقى عندها وسواس امني شوية بخصوص البيانات، رغم ان الشركة بتأكد على الخصوصية. وعيب كمان ان احيانا التفعيل برقم التليفون بيكون رخم شوية لبعض الدول او الرسالة تتأخر. طيب الناس بتقول ايه؟ دخلت قلبت في التعليقات في البلاي ستور عشان اجيب لك الخلاصة. اغلب الناس مبهورة بقدرته على قراءة الملفات الكبيرة، وفي تعليق واخد لايكات كتيرة قوي لواحد بيقول انا كنت لابس في الحيط في بحث التخرج. التطبيق ده قرالي 10 مراجع ولخصهم وخلاني سلمت البحث في يومين بدل شهر. ده انقذ مستقبلي حرفيا. بس برضه في تعليقات بتشتكي من اللغة، ان الواجهة احيانا بتبقى صيني او انجليزي وبس ومحتاج تحديث لتعريب القواعد. طيب لو كيمي ما عجبكش او حسيته مش سالك معاك، في بدايل طبعا. عندك العام بتاعهم شات جي بي تي النسخة المدفوعة، وعندك جيميناي من جوجل اللي مربوط بكل خدمات جوجل، وعندك كلاود اللي بيتميز بأسلوبه البشري جدا في الكتابة. وفي النهاية يا صديقي، إجابة السؤال الغامض اللي بدأنا بيه، الشخص اللي بيسمعك ويحل مشاكلك وما شفتوش هو الذكاء الاصطناعي. وتطبيقات زي كيمي هي اللي بقت العقل التاني لينا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك المتين والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد في عالم التكنولوجيا اللي ما بتخلص. سلام يا صاحبي.